هذه صور تأتينا من شارع محمد الخامس. من هناك ينضم إلينا مباشرة مفادنا حاتم الدغباري. حاتم، ما هي آخر المستجدات لديك؟ نعم، نحن متواجدون في مكان الحادث هنا في شارع محمد الخامس أمام مقر الحزب المنحل التجمع الدستوري القديم. هناك مسافة حوالي 300 متر على منطقة محمد الخامس. هناك تعزيزات أمنية مشددة، وهناك يتواجد أعداد كبيرة من الأمن في مكان الحادث. سيارات الإسعاف كذلك متواجدة لإجلاء المصابين. عدد الإصابات هناك آراء متعددة وصلت إلى حد الآن تقريبا 18 مصابا، يعني قتيل. هناك أنباء عن أن الحادث الانفجار جد داخل حافلة أمنية رئاسية، أسفر عن مقتل 18 شخصا. الأنباء غير مؤكدة، لا نريد مغالطة الرأي العام حول العدد الحقيقي للإصابات. هناك أنباء عن وجود